نبدأ يا أستاذ. اوكي تمام. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم، حمدا لله رب العالمين، صلاة على المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. سبحانك لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا، فاجعل الأمور كلها سهلا وتيسيرا إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى المحاضرة العاشرة في برنامج التواصل الذي ترعاه الأكاديمية الصومالية للإعلام الرقمي صدمة، والذي يعنى بتعليم اللغة الصومالية للناطقين بالعربية. ففي 9 محاضرات سابقة الحمد لله تمت الوحدة الأولى التأسيسية، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثانية وكانت تتعلق بالتحيات والتعارف، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثالثة التي كانت تتعلق بعد التعارف والتحيات، كانت تتعلق بماذا؟ الوحدة التي العائلة أخذناها العائلة والأقارب. في العائلة والأقارب. شكرا. الآن وصلنا أيها السادة والسيدات كما كان في المعتاد أننا نأخذ في الدرس الأخير في كل وحدة القواعد الأساسية للغة الصومالية. ففي الأول أخذنا القواعد عامة في أقسام الكلام في اللغة الصومالية، ثم درسنا الاسم وأقسامه. وفي هذه الوحدة، يعني في الدرس الأخير من الوحدة الثالثة، نأخذ الدرس القواعد، ونأخذ موضوع يسمى قضب. قضب هذا بمعنى الحرف، وهي عبارة عن الكلمة أو كلمتين يعني تلحق الاسم المفرد في آخره، فهذا يسمى في اللغة الصومالية قضب، وأقرب التفسير له الحرف في اللغة العربية. والحرف في اللغة العربية يدخل الاسم من أوله، ولكن الحرف أو القضب في اللغة الصومالية يدخل الاسم المفرد في آخره، يلحقه من الآخر، وليس كما هو في اللغة العربية يدخل من الأول. نقول ماذا؟ يعني الأول ما هو ما يسمى قضب، ماهيته. نبدأ من الماهية. قضبادو يعني هذه من المقاطع قو ضو باء، وهذه هو الحرف المضاعف. قضبادو وقيب كمد هذلك. هذا هو قضبادو وقيب كمد هذلك. قضبادو وقيب كمد هذلك. نقرأ أولا بعدها نشرح. جذالنا كراعة مقعة. جذالنا كراعة مقعة. هذه الجملة الثانية. الجملة الأولى تكون ماذا؟ قضبادو وقيب كمد هذلك. هذه الجملة الأولى. والجملة الثانية جذالنا كراعة مقعة. جذالنا كراعة مقعة. qodobada af soomaaliga waa 7. qodobada af soomaaliga waa 7 marka ay magac keli ah la socdaan. marka ay magac keli ah la socdaan. 4 waa lab, sida ka, ga, ha iyo هذه 4 قضب، يعني تلحق الاسم المفرد من في آخره، وهي الدلالة على تذكير الاسم إذا لحقته في آخره هذه الكلمات 4 ك، ج، ه و
سدحنا، بما أنها 7 4 لهذا سدحنا وددك سيدا تا دا إيو شا. بعدها نأخذ الأمثلة. ما معنى ما قرأناه؟ هذه الفقرة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن القضب أو الحرف في اللغة الصومالية. قضبذو الحروف وقيب كمد جزء من، وقيب جزء كمد من. قضبذو الحروف، قضبذو الحروف وقيب يعني جزء كمد من هذا الكلام. يعني الحروف جزء من الكلام. قضبذو وقيب كمد هذا الكلام. قضبذو الحروف وقيب جزء أو قسم كمد من هذا الكلام. يعني قضبذو وقيب كمد هذا الكلام، والحروف جزء أو قسم من الكلام. قضالنا كراعة تلحق في آخر، يعني قضال هنا في آخر. قضالنا كراعة، كراعة هنا تلحق يعني من الآخر مقعة، تلحق الاسم في آخره. يعني ما هي الحروف أو قضب؟ هو جزء من الكلام ويلحق في آخر الاسم. يعني قضبذو الحروف وقيب جزء كمد من هذا الكلام، من الكلام. يعني الحروف جزء من الكلام. قضالنا كراعة تلحق مقع الاسم قضال يعني في آخره، يعني تلحق الاسم في آخره. قضبذا أف صومالية، والحروف في اللغة الصومالية خاصة الحروف التي تلحق في آخر الاسم المفرد يعني وتضبا، يعني هي 7. هذه القضب في اللغة الصومالية 7. قضبذا والحروف التي تلحق الاسم المفرد في آخره أف صومالية في اللغة الصومالية وتضبا 7. ومتى تكون 7؟ مركا أي مقع كليئة يعني لصعدان، عندما تكون مع اسم مفرد. مركا عندما مقع كليئة اسم مفرد لصعدان تكون مع، يعني القضبذو تكون 7 عندما تكون مع الاسم المفرد. يعني قلنا ماذا؟ قضبذو وقيب كمد هذا الكلام، يعني الحروف جزء من الكلام. قضالنا كراعة مقعة وتلحق الاسم في آخره. قضبذا أف صومالية، والحروف في اللغة الصومالية خاصة عندما تلحق في آخر الاسم المفرد وتضبا 7. متى تكون 7؟ مركا أي عندما مقع كليئة لصعدان تكون مع اسم مفرد. يعني 7 يعني تكون 7 عندما تكون أو عندما تلحق في الاسم المفرد في آخره. وهذه 7 تنقسم إلى قسمين: أفر ولب. 7 تدل على التذكير، يعني أفر ولب يعني 4 مذكرة. أفر ولب 4 مذكرة. لب هنا يعني مذكر، لب مذكر. أما ددك هذه ددك يعني مؤنث، ددك مؤنث. أفر ولب 4 مذكرة، يعني إذا جاءت في آخر الاسم يعني 7 أحرف، 4 منها دالة على التذكير. صيغة مثال: ك، هذه الحرف الأول ك، الثاني ج، وثالث ها، إيو و أ. يعني هذه حروف 4 ك ج ها أ. إذا رأينا في آخر الاسم المفرد فهي تدل على أن هذا الاسم يعامل معاملة الذكر أو هو مذكر.
كيف يكون الاسم مذكرا في اللغة الصومالية؟ هذه هي علاماته. إذا كان الاسم المفرد في آخره جاءت هذه الأحرف الأربعة ك وج وه وأ، يعني تحقق أن هذا الاسم في اللغة الصومالية هو اسم مذكر أو يعامل معاملة المذكر لغة. سدحنا وثلاثة، سدحنا وثلاثة، سدحنا وثلاثة، وددك مؤنثة، وسدحنا وددك وثلاثة مؤنثة. صدى مثال، صدى كما هو ط د إذا جاءت في آخر الاسم المفرد تدل على تأنيث الاسم ط ود وشاء. خلاصة القول ماذا؟ يعني القضبض أو الحروف في اللغة الصومالية هي جزء من الكلام. هذا هو النقطة الأولى، يعني قضبض وقيب كمد هذلك، والحروف جزء من الكلام. ماذا تكون؟ قلالنا كراعة مقعة، يعني وتلحق في آخر الاسم. طبعا يعني لا علاقة لها مع الفعل ولا علاقة لها، إنما علاقتها مع الاسم. قضبض أف صومالية، يعني والحروف في اللغة الصومالية وتضبط هي 7، يعني نحفظها هذه السبعة. متى تكون 7؟ مركا أي مقع كلي أهل السعودان عندما تكون مع الاسم المفرد. وهذه 7 تنقسم إلى قسمين، يعني 4 قسم و3 من القسم الآخر. أفر ولب 4 مذكرة، سذا كما في ك وج وها إيو أ، يعني هذه الأربعة تكون علامة للتذكير. سدحنا وددك و3 مؤنثة، سذا كما هو ت د إيو شا، يعني هذه الحروف السبعة يعني تكون جزءا من الكلام الصومالي وتلحق من الاسم في آخره، وهي 7 عندما تكون مع الاسم المفرد. 4 منها مذكرة كما في ك وج وه وأ، و3 مؤنثة كما ت ود وشا. لنرى المثال. تصالح لب، هذه الأمثلة الأربعة هي يعني مثال لقضبضة المذكرة، يعني الحروف التي تجعل الاسم المفرد مذكرا، وهي 4 ك وج وها وأ، كما نرى في الأمثلة الأربعة. 1. نقول ماذا؟ في المثال الأول يقول فرس ك عوس أوديك، فرس ك. هنا اللي تحته قط وفيها الإمالة إيطاليك، يعني هو القضب هذا، ولحق الاسم فرس. فرس هذا اسم، وهو الفرس العربي أو الخيل، خيل، يعني فرس هذا اسم. وما الدليل على ذلك؟ فدخول قضب هذا ك دليل على الاسم، وهذا قضب هذا ك لحق في آخر الاسم بعد فرس، يعني فرس ك، يعني لحقت في آخره، ودالة على التذكير، يعني عندما دخلت هذه ك فرس ك تدل على تذكير كلمة أو اسم الفرس هذا. والأسماء في اللغة الصومالية تبدأ بحرف كبير capital letter، يعني كما في المثال capital letter تبدأ الأسماء بحرف كبير، هذا تدل على أنه اسم. ولحقت في آخره يعني قضب، هذا حرف، وإذا كان هذا الحرف الذي دخل الاسم ك يعني فيدل على أن هذا الاسم مذكر أو يعامل معاملة الذكر. وماذا يقول المثال؟ فرسك عوس أوديك، يعني أوديك ضع، ضع لي، أو هنا لي، وديك هنا ضع، وعوس هذا عشب، ضع عشبا للفرس.
يعني هنا الفرس تكون فيها يعني فرس هو فرس نعرفه مع البعض، فليس شائع في جنس الفرس، إنما هو فرس معروف من الطرفين. ولذلك المثال يقول ماذا؟ فرسك يعني عوس أوديك. أوديك نبدأ من هنا، ضع عوس عشبا، هنا لفرسك للفرس، ضع عشبا للفرس. هذا هو المثال الأول، ومقصودنا هو التي دخلت الاسم هذا وهو اسم مفرد فرس، ودخلت في آخره ودلت على تذكيره. 2، فرها كان. المثال يقول ماذا؟ فرها كان آن يريد فرها كان آن يريد المقصود هنا هذا هو قضب الذي هو تحته قط وكتبناه إيتاليك، يعني دخلت على الاسم هذا، والاسم بدأ بحرف كبير كابيتال لتر. هو مفتاح، وعندما ألحقت في آخره قضب هذا تدل على أن هذا الاسم يعامل معاملة الذكر. والمثال يقول ماذا؟ فرها كان، يعني كان هذه هاتي، يعني هاتي. فرها هاتي المفتاح، هاتي أو جيب المفتاح، هاتي جيب أو بمعنى كان، يعني كان في اللغة الصومالية يعني يقابلها في العربية هاتي أو جيب، يعني كما في اللهجات. فرها كان جيب المفتاح أو هاتي المفتاح. آن يريد فري. آن هنا يعني التعليل يعني لماذا تجيب أو تأتي بالمفتاح لفتح الباب، يعني هنا آن يريد الباب، فري أفتح، آن فري لأفتح يريد الباب. هنا تكون المثال ماذا؟ فرها كان يعني جيب أو هاتي المفتاح، مفتاح هنا فري. المفتاح عندما نقول فيها فرها كان جيب المفتاح أو هاتي المفتاح. آن لفري لأفتح يريد هنا الباب، أو اللي نفتح به المفتاح هو الباب، وهو في الصومالية يريد. المثال الثالث ومقصودنا هذا هو القضب هذا الذي لحق الاسم فرا ويدل على تذكير الاسم هذا. انتينان تجن جوريجا حر، والمقصود هنا جاء هذه الذي لحقت بالاسم جوري، والاسم هذا لازم نبدأ بحرف الكبير جاء كابيتال لتر لأنه اسم. انتينان تجن قبل أن نذهب، انتينان تجن قبل ذهابنا أو قبل ذهابنا، انتينان تجن قبل ذهابنا. جوريجا حر هنا أغلق، جوريجا البيت، هنا تكون ماذا؟ قبل ذهابنا أغلق المنزل، يعني هذا المنزل أو البيت جوريجا، ولحقت في آخره يعني قضبك جاء هذا، ودلت على أن هذا الاسم يعامل معاملة الذكر. انتينان تجين قبل ذهابنا، جوريجا حر يعني أغلق المنزل أو البيت، ومقصودنا هو جاء الذي لحقت في آخر الاسم المفرد وهو جوري بمعنى المنزل أو البيت. لوح ترتر، لوح هذا اسم لحقت في آخره ارتيكل هذا ارتيكل وهذه ارتيكل قضب في اللغة الصومالية، يعني تلحق الاسم في آخره، وهي إذا كانت
تدل على تذكير الاسم. وماذا معناها؟ لوحة ترتر، امسح، امسح هنا يعني ترتر امسح، لوحة اللوحة، يعني لوح في اللغة الصومالية في لوح محفوظ، لوح هذا في اللغة الصومالية نفس اللوح أو شيء مصنوع من الخشب يكتب عليها الأشياء أو ما إلى ذلك يسمى اللوح. لوحة ترتر يعني امسح اللوحة، يعني لوحة هذا يعني يسمى لوحا. في هذه الأمثلة الأربعة أخذنا ماذا؟ أخذنا على أرتيكلز 4 أرتيكلات من قضبة اللغة الصومالية، وهي إذا دخلت في آخر الاسم تجعل الاسم مذكرا أو يعامل معاملة المذكر، وهي كا كما في المثال الأول فرسكا، وها كما في المثال الثاني فرها، وجاء كما في المثال الثالث جوريجا، وأ كما في المثال الرابع. هذه أرتيكلات، أرتيكل الأول ك، أرتيكل الثاني ها، أرتيكل الثالث جاء، وأرتيكل الرابع أ. هذه الأرتيكلات يسمى قضب، وتدل إذا يعني على تذكير الاسم إذا دخلته في الاسم المفرد في آخره. أرتيكلز في اللغة الصومالية قلنا 7، أخذنا الأربعة وهي تدل على التذكير. وما هي الثلاثة الباقية التي تدل على التأنيث؟ هذه هي الأمثلة، أمثلة تصالح ددك، تصالح مثال ددك، ددك ددك هنا مؤنث، يعني أمثلة المؤنث، تصالح ددك أمثلة المؤنث. المثال الأول ماذا؟ إنن تا، المكتوب هذا بإيتاليك أو وتحته قط يعني underline، هذا هو الارتيكل أو قضب، وهذا القضب دخل الاسم المفرد إنن ودخل ولحق في آخره، ويدل على تأنيث الفصل الاسم هذا. لماذا؟ لأن تاء إذا دخلت في آخر الاسم لحقت في آخره يعني تدل على تأنيث الفعل، يعني هذا تاء يستخدم، هذا الارتيكل تاء يستخدم لتأنيث الفعل الاسم. المثال يقول ماذا؟ إن أنت جوريجا كجرتا وير، إن أنت جوريجا كجرتا وير. جوريجا هذا ارتيكل أخذناها يعامل معاملة الذكر، جاء هذه أخذناها في المثال الأول. الآن نركز على تاء التي تدل على تأنيث الاسم. إن أنت الابنة، يعني إن أنت هذه الابنة، ابنة إنن، الابنة إن أنت جوريجا كجرتا في، كجرتا هنا في، الابنة جوريجا كجرتا في المنزل وير أدعو، يعني أدعو وير هنا يعني نادي، مثلا وير هنا نادي لي، نادي لي أو أدعو لي، هذه وير يعني أدعو أو نادي لي. إن أنت الابنة أو الفتاة جوريجا كجرتا، كجرتا هنا في، كجرتا هنا في أو كائنة في، جوريجا المنزل، يعني العبارة ماذا؟ نادي، نادي هنا وير نادي لي، إن أنت الابنة جوريجا كجرتا في البيت أو في المنزل، نادي للابنة يعني الابنة في المنزل، يعني نادي يعني هذا وير نادي لي، أو هنا لوحدها لي، وير نادي لي، إن أنت الابنة جوريجا كجرتا في البيت. الذي نركز هنا ارتيكل هذا تاء، وإذا لحقت في آخر الاسم تدل على تأنيث الاسم. من ديدا هنا المقصود هنا داء، هذه داء، هذا الارتيكل أو قضب في اللغة الصومالية إذا لحق في آخر الاسم يعني يجعل الاسم المفرد مذكرا مؤنثا عفوا صوفي. والمثال يقول ماذا؟ مديدا، من ديدا صوفي، من ديدا صوفي.
منددة هنا السكين أو المدية، يعني منددة السكين أو المدية. صوفي يعني اجعلها حادة، يعني صوفي يعني أزل عنها السدأ اللي لحقها، ولذلك سنها أيوة سنها أو حدها أو ما يسمى في الحديد إذا لحقه سدأ وأنت تزيل هذا السدأ يسمى صوفي. هذا هو نفس الكلمة اللي تبرع بها الأخ ونشكره أيضا. هو منددة السكين صوفي يعني حدها أو اجعلها يعني حدها أو يعني نظيفا، يعني صوفي أزل عنها السدأ، صوفي أزل عنها السدأ. والمقصود هنا ارتيكل هذا دأ الذي لحق في آخر الاسم من دي، ويجعل الاسم يعني يعامل معاملة المؤنث. حواء هذا اسم من أسماء الفتاة، وهي عبارة عن تسمية أمنا حواء. حواء يعني باللغة العربية حواء وحا لغاها علوشة، حواء وحا لغاها علوشة، حواء وحا لغاها علوشة. هنا المقصود هنا شاء، هذا الارتيكل اللي وضعنا تحته قط وهو الإيتاليك، هذا هو ارتيكل أو قضب، وإذا لحق في آخر الاسم يجعل الاسم مؤنثا. والمثال يقول ماذا؟ حواء وحا لغاها مصابة علوشة من البطن، يعني عندها أو تشتكي من البطن. علوشة هنا البطن، واللي نقصده هنا شاء، هذه علول هنا البطن. ولذلك حواء وحا لغاها يعني مصابة بعلوشة من البطن، يعني إصابتها في البطن، يعني أو تشتكي من ألم في البطن، هذا يسمى علوشة أي لغاها. حواء وحا لغاها مصابة علوشة من البطن، علوشة البطن. ماذا قلنا أيها السادة والسيدات في هذا الدرس؟ درسنا يتعلق بارتيكلز في اللغة الصومالية، وهي خاصة الارتيكلات أو قضبة التي تلحق الاسم المفرد في آخره، وهي 7 مقسمة إلى 2، 4 يستخدم للتذكير و3 يستخدم للتأنيث. هذه 4 ك وجاء وها وأ إذا لحقت الاسم في آخره جعلت الاسم المفرد مذكرا. وهذه 3 تاء داء شاء إذا لحقت الاسم المفرد في آخره يسمى تجعل الاسم مؤنثا. وهذه الأمثلة 7 أخذناها 4 للأمثلة التذكير أو المذكر، و3 للأسماء المؤنثة. فرس ك إذا لحقناها يعني هذه يعني علامة لتذكير الاسم المفرد، هذا فرس، وهو فرس باللغة العربية فرس. فرها بمعنى مفتاح، وألحقت في آخره ها يعامل معاملة الذكر. يعني عندما نقول مذكر أو مؤنث ليس معناها المؤنث الحقيقي أو لا، إنما نعني بالمؤنث الحقيقي والمؤنث المعنوي، أو يعامل معاملة الأنثى في اللغة. يعني عندما نقول مفتاح هذه آلة ليست لها للمعنى التذكير أو التأنيث الحقيقي، لا، إنما نعامل في اللغة الصومالية كلمة مفتاح معاملة المذكر. وهكذا عندما نقول جرج المنزل هذا لحقت في آخره جاء يعامل معاملة الذكر. وعندما نقول لوح يعني هذا يعامل معاملة الذكر لأن في آخره يعني. وكذلك الأمثلة، يعني إنن عندما نقول الابن مؤنث حقيقي، وعندما نقول من دا يعامل معاملة الأنثى. خلاصة ما ذكرناه يا سيداتي وساداتي أن هناك في اللغة الصومالية قضب
articles أو حروف، وهي 7، وهذه 7 تلحق الاسم في آخره، وتعمل ماذا؟ تعمل للتذكير الاسم وتأنيثه. متى تذكر؟ إذا لحقت في آخره 4، وهي ك، ج، ه، أ. ومتى تجعله مؤنثا؟ إذا لحقت في آخره 3 دي، ت، د، وش. خلاصة ما ذكرناه وأخذنا الأمثلة، وسنعود إليها مرة ثانية. هذه هي خلاصة الحروف أو articles في اللغة الصومالية، وهذه الارتيكلز خاصة للأسماء للاسم المفرد، يعني 4 مذكرة و3 مؤنثة. نفس 7 تعمل مرة أخرى، نعود إليها مرة أخرى لأنها تعمل عملا آخر. ما هو؟ النكرة والمعرفة. يعني النكرة اسم شائع في جنسه كما هو في اللغات، والمعرفة اسم مخصوص، يعني هذه المعرفة النكرة والمعرفة. نقول ماذا؟ نقرأ أولا هذه الفقرة. هدي أن قضبضة هوستا كحريقا، يعني هدي أن قضبضة هوستا كحريقا كريبنو magacyada، ka reebno magacyada. waxaa haraya magaca oo keliya oo aan kaaga duwanayn magacyada kale, sida faras, yani faras, fure, loox, mindi, inan iyo wixii lamida an etc، يعني إيو وحي لامدة أن إيتيزي. هذه الفقرة تتحدث ماذا؟ عن النكرة والمعرفة، ولكن باستخدام الارتيكلز تضبضة، يعني الحروف ال7 التي أخذناها الآن، يعني 4 للتذكير، ك، ج، يعني ه، أ، هذه للتذكير، و3 للتأنيث، ت، د، وش. هذه 7 يعني عمل التذكير والتأنيث، ثم أيضا عملت معنى آخر، معنى التنكير والتعريف. ماذا؟ هذه الحروف الارتيكلز ال7 التي أخذناها في الأمثلة، كما في فرسك أو فرها أو لوحة أو منديدة أو إينانتا، يعني أخذناها مع هذه 4 للتذكير و3 للتأنيث. ولكن إذا حذفنا الاسم المفرد ما لحقه في آخره هذه الارتيكلز ال7، إذا حذفناها يكون الاسم نكرة. يعني فرس اسم شائع في جنسه. ما هذا الفرس؟ يعني ليس فرس مخصوص، إنما هو فرس يعني شائع في جنسه، جميع الفرس قابل. ولكن إذا قلنا فرسك عرفناها وأدخلناها، يعني عمل المعرفة التي إذا دخلت الاسم العربي تجعله معرفا بال. كذلك يكون الفرس إذا ألحقناها في آخره ك معرفا بال، فرسك الفرس. وفرع هذا مفتاح، ما هو أي مفتاح؟ يعني اسم شائع في جنسه نكرة. ولكن إذا ألحقنا ارتيكل يعني ها، هذا يعني يقول فرها هذا يكون المفتاح، وكأننا استخدمنا المعرفية. ولذلك هذه الارتيكلز أو قضبة ال7 يعني تضبط، يعني بدون تفريق، يعني سواء كانت مذكرة أو كانت مؤنثة، إذا لحقت في آخر الاسم 4 تذكره و4 تؤنثه، وجميعها تجعل الاسم يعني معرفا بال، يعني كما في العربية معرفا بال، وبدونها يبقى الاسم المفرد نكرة شائع في جنسه. هذا هو ما أردنا، ما نقصده في هذه الفقرة. خلينا نشرح أولا. هدي إذا أن قضبض هوست كحريقا، الارتيكلز التي عملناها underline، أو يعني الحروف التي تحتها قط، إذا
هوست كحريقا يعني الحروف التي تحتها قط، هوست تحت، حريقا يعني قط، حريق يعني بمعنى باللغة العربية قط. هدي إذا أنقض يعني الارتيكلز أو الحروف هوست كحريقا التي تحتها قط كربنو حذفناها، يعني هدي أن كربنو يعني إذا حذفنا قضبض هوست كحريقا الحروف التي تحتها قط مقعيضة، يعني الأسماء التي أخذناها الآن كما في المثال الأمثلة 7 4 و3، إذا حذفنا من الارتيكلز هذه التي تحتها قط، يعني ما هي اللي تحتها قط؟ اللي تحتها قط هو يعني هذه الأربعة هذه معلش أنا يا أستاذ، هدي ماذا تعني؟ هدي لوحدها بمعنى إذا في اللغة العربية الشرطية، يعني إذا هدي إذا أن قضبض هوست كحريقا، يعني الارتيكلز اللي عملناها اندرلاين كربنا مقعيدة، يعني مقعيدة هذه فرس، فرها، قريقة، لوحة، إننتا، منديدة، علوشة، هذه الأربعة والثلاثة السبعة هذه إذا حذفنا ما تحته قط ك ه ج ح ت د ش، هذه سبعة، أربعة للتذكير وثلاثة للتأنيث، إذا حذفنا منها الأسماء تبقى وحا هريا، يعني يبقى وحا هريا، يبقى مقع يعني الاسم. عفوا ريبنو مقعد ريبنو بمعنى حذفنا، ريبنو بمعنى حذفنا أو نقطع، إذا قطعنا أو حذفنا هذا ريبنو، قطعنا أو حذفنا. هدي إذا أن قضبض هوست كحريقا يعني الحروف التي تحتها قط كريبنو قطعنا أو حذفنا مقعيضة من الأسماء، يعني وحاهريا يبقى مقع الاسم يبقى أو كلية بمفرده، يبقى الاسم المفرد أو أن كاغد دوانين والذي لا يتغير، يعني مقعيضة كالي من الأسماء الأخرى، يعني يكون الاسم نكرة، يعني حقيقة لا يكون ما يقصصه أو يجعله معرفة، يعني هذه العلامات السبعة التي لحقت الاسم المفرد في آخره جعلت الأول أربعة منها مذكرا وثلاثة منها مؤنثا، ولكن إذا حذفنا يبقى الاسم المفرد نكرة، يعني شائع في جنسه. صدى مثلا فرس، يعني فرس إذا قلنا أي فرس، لا يعني جميع الفرس يقابل. فرع مفتاح يعني اسم النكرة. لوح يعني لوح هذا يعني يبقى نكرة. مندي أي سكين. إنن أي ابنة، يعني أن إيتيزي كما في الأمثلة السبعة كلها، يعني يبقى الاسم إذا حذفنا هذه الارتيكلز يبقى الاسم نكرة، يعني شائع في جنسه ليست معرفة. إلى هنا نستخلص ماذا؟ هذه الارتيكلز أو قضبضة السبعة تضبضة يعني لها فائدتين. الفائدة الأولى أربعة منها تجعل الاسم المفرد مذكرا، وثلاثة منها تجعل الاسم مؤنثا، ثم جميعها إذا لحقت الاسم تجعل الاسم المفرد معرفا، وكأننا أدخلنا العربية يعني في العربية المعرفية كما في العربية، وكأننا استخدمناها المعرفية. وبدون هذه السبعة يبقى الاسم المفرد نكرة شائعة في جنسها دون تحديد أو دون تخصيص. فهذه هي ما أردناه. حديث وإذا، هدي يعني إذا، وحديث وإذا. ليش أستاذ حرجعك بس لنقطة صغيرة في كلمة إن أنت انتهت بتاء مؤنث، لكن لو عايزين تكون مذكر
أي ابنة وإذا هي ابنة. لو عايزينها تكون مذكر الابنة. لا، تاء هنا. ايوه، لو عايز اقول الابن. أي إنن يعني نقول إنن ابن. من دون ما نضيف حروف التذكير. أي حروف التذكير. إنن يبقى ابن. وإذا أردنا يعني تعريفه إنن كاء هذه للدلالة على التذكير. أوكي. وتاء هنا للدلالة. نفس العربية ابن بدون تاء يكون المذكر، وابنة بتاء المربوطة تكون مؤنثا. وفيها العربية وفي الصومالية إنن يعني يكون إنن ابن. إنن كالابن. إنن يعني ابنة. إننت الابنة. هذا هو يا أستاذي. طيب شكرا. هذه كلمة ابن تشمل الذكر والأنثى غير المعرف. ابن ايوه. إذا كانت تقول إننك للولد. الولد. لا، إننك للولد أو الابن. نعم. وإننت للابنة. لكن لهم الإثنين. هذا ما أردناه. وفي الصومالية هناك يعني الفرق بين إنن وإنن، يعني في الفرق الصوتي، ولكن كتابتها يعني سوا يعني ما في فرق. ولكن إذا عرفناها تكون للتذكير كإننك، وتكون للتأنيث إننت. هذا تكون ابنية. شكرا أستاذ عادل المدخلة. حديث وإذا قضب للراعي أضفنا أرتيكل وحينو أوران كرنا يعني نستطيع القول. وحينو أوران كرنا هنا نستطيع أوران بمعنى نستطيع القول. كرنا أوران كرنا نستطيع القول. وحين هنا لا يوجد لها معنى، إنما هي تساعد الفعل هذا كرنا. وحين أوران كرنا نستطيع القول فرسكو أو فرسكا. هذا وامد يعني وامد هو فرس أين إسلا نقان، يعني نعرف مع البعض، يعني كلنا نعرف الفرسكو عندما أضفنا أرتيكل هنا كا أو كو، يعني نجعل يكون الفرس فرس معروف يعني منا. أو إنه دوان والذي يختلف فردها كله عن الفرس الأخرى. يعني ماذا أردنا في هذا القول؟ إذا ولا حديث قضب للراعي، يعني إذا أضفنا أرتيكل أو حرف وحين أورنكرنا نستطيع القول فرسكو، يعني فرسكو أو فرسكا. ومد أين إسلا نقان يكون فرسا معروفا من كلا الجانبين. أو إنه دوان والذي يختلف فردها كله عن الفرس الأخرى، يعني عن الفرس الأخرى يقتل، يعني أدخلناها المعرفية في العربية. في رجارة، يعني في رجارة ماذا؟ ملاحظة عفوا يا تفضل. هنا هذه راعي أي أضفناها، يعني راع إضافة خيبنا قطعنا أو حذفنا، راعنا أضفنا إضافة. راعي أضاف. أي هذه قضب للراعي إذا أضيف إلى أرتيكل أو حرف. شكرا. في رجارة يعني الملاحظة خاصة، في ملاحظة جارة خاصة، يعني في استثناء. وحاجرة هناك مقعيو أسماء. وحاجرة هناك مقعيو أسماء لديك مؤنثة، يعني هناك أسماء مؤنثة. وحاجرة هناك مقعيو أسماء لديك مؤنثة. أو مركا أي كليهين، يعني مركا عندما كليهين عندما مفردة قاتا يعني تأخذ قضب يعني أرتيكل هذا أرتيكل أو قضب أو حرف
كان دلالة على تذكير الاسم، ولكن هناك بعض الأسماء وهي شاذة، والشاذ لا حكم له، يعني تأخذ، يعني عندما تكون يعني مفردة تأخذ الارتيكل هذا سيدا، يعني كما في المثال سيدا جبد، يعني اسمه أصلها كانت جبد فتاة، يعني أخذت ارتيكل كان من المفروض أن تأخذ جبد تا، ولكنها شاذة مع أنها اسم مفرد مؤنث أخذت ارتيكل فهذه شاذ. وكذلك صع يعني هذا أخذناها في المفردات بصوت واحد قصير، صع يعني بمعنى بقرة. عندما نقول البقرة يعني أضفنا ارتيكل وارتيكل كانت علامة لتذكير الاسم، ومع أنها بقرة مؤنثة تأخذ الارتيكل شاذ. أن ETZ يوحي لمدة. هناك بعض الأسماء المفردة المؤنثة وشاذة يعني تأخذ ارتيكل يعني وهي شاذة لا حكم لها، لا نقيس عليها، إنما هي شاذة وهي قليلة. وأخذنا من المثال جبد التي أخذت وصع بمعنى بقرة والتي أخذت ويمكن أن نراها في بعض الأمثلة القصيرة، ولكنها نأخذها كشاذ. في آخر درسنا هو جبتها معناته شنو؟ عفوا جبتها معناته شنو أستاذ؟ الفتاة جبتها أو البنت جبت يعني كان من المفروض أن تكون جبت ولكنها شاذة جبت يعني أخذت ارتيكل مع أنها اسم مفرد كان عليه أن يعامل معاملة المؤنثة، والتأنيث إنما كانت تنبني على ثلاثة: تاء وداء وشاء، وهذه يعني كانت تطبع العلامات المذكرة، ولكنها هذه شاذة، والشاذ لا قياس له. جبدة اسمها الفتاة أو البنت. المفرد أي لا يا دكتور، هي مش جمال لا الدكتور اللي سأل، هي مش جمال هي الداء والهاء تعمل داء الحرف الصومالي الخاص جمال داء وليس جمال هاء. لا هذا داء يعني داء هذه من الاسم، يعني في آخر الاسم تكون داء، ولكن العلامة اللي نحن نركز عليها كانت بعد انتهاء الاسم، يعني في آخره أن تكون ك أو جاء أو هاء أو للتذكير، أو داء وتاء وشاء للتأنيث. وهذه كلمة جبد يعني في يعني اسم مفرد جبد، كان من المفروض أن نجعل في آخرها تاء أو داء، جبد تاء أو جبد داء أو شاء جبد شاء، ولكن أخذت ارتيكل الذي كان علامة للتذكير لأنها شاذة، والشاذ لا قياس له. هذا ما أردنا يا أستاذ. المفرد والجمع. المفرد هنا كلي، يعني كلي مفرد، والجمع هنا وذر. المفرد والجمع كلي وذر. نقرأ المقطع هذا. haddii magacyada wadar laga dhigo isla toddobadii qodob ayaa gadaal ka raacaya, balse boqolkiiba 95 way isweydaartaan. qodobkii keligii labka ahaa dhadig buu isu bedelaa haddii isla magacii uu la socday wadar laga dhigo. qodobada dhadigana sidoo kale way isbedelaan. linaqra maratan ukhra. haddii magacyada wadar laga dhigo isla toddobadii qodob ayaa gadaal ka raacaya, balse boqolkiiba 95 boqolkiiba 95% way isweydaartaan. qodobkii keligii labka ahaa dhadig buu isu bedelaa haddii isla magacii uu la socday wadar laga dhigo. qodobada dhadigana sidoo kale way isbedelaan.
ماذا تعني هذا؟ يعني عند إرادة الاسم المفرد أو الجمع، يعني أخذنا الأمثلة اسم المفرد، يعني الاسم المفرد والجمع والارتيكلز السبعة أو تضبط التي أخذناها، ما هي عملها مع المفرد والجمع؟ هذه إذا مقعيضة وضر لقدقو يعني جمعنا الأسماء، مقعيضة الأسماء وضر جمع لقدقو يعني إذا جمعنا الأسماء، هذه إذا مقعيضة الأسماء وضر لقدقو يعني جعلناها جمعا، إصلا تضبدي نفس السبعة، يعني نفس السبعة إصلا تضبدي قضب نفس إصلا هنا نفس وقد أخذناها، تضبدي نفس السبعة قضب الأحرف أو الارتيكلز، يعني تضبدي قضب نفس الحروف السبعة أيا قذال كراعية تلحق في آخر الاسم، يعني كما تلحق في الاسم المفرد، فالاسم الجمع نفسه، الجمع في اللغة الصومالية تلحق هذه الارتيكلز السبعة، تلحق الاسم المفرد كما رأينا. وإذا جعلنا الاسم المفرد جمعا فهذه الارتيكل السبعة يعني تلحق أيضا الأسماء المجمعة أو الأسماء الجمع نفسها تلحق. بلسي ولكن بقول كيبا سجاشن إيشان 95 يعني في المئة، بقول كيبا سجاشن إيشان يعني 95 في المئة، بقول كيبا يعني 95 في المئة، بقول كيبا سجاشن إيشان وي إسوي دارتان يعني تتغير الأدوار، تتبادل الأدوار، وإسوي دارتان تتبادل الأدوار. 4 كانت تعمل تذكير الاسم، و3 كانت تعمل تأنيث الاسم المفرد. ولكن في حالة الجمع 4 التي كانت علامة للتذكير تكون علامة للجمع، يعني علامة للتأنيث في الجمع، وال3 التي كانت علامة للتأنيث في الاسم المفرد تكون علامة للتذكير في الجمع. ماذا؟ وإسوي دارتان تتبادل الأدوار. نحن نحفظ هذه ال7. في الاسم المفرد 4 تعمل التذكير و3 تعمل التأنيث. ولكن في حال جمع المفرد يعني واستخدام الاسم المفرد جمعا، هذه الارتيكلز ال7 تتبادل الأدوار. تتبادل الأدوار ماذا نعني؟ الدور الذي كانت تلعبه 4 المذكرة مع الاسم المفرد في حال الجمع تكون علامة للتأنيث، و3 التي كانت تعمل علامة للتأنيث في المفرد تكون علامة للتذكير في الجمع. هذا هو المقصود بهذه العبارة. ماذا يقول تفصيل؟ قضبكي الارتيكل أو الحرف كليجي لبكأها، يعني عندما كان في المفرد مذكرا نديك بو بيرو إلى مؤنث، هذه إذا إسلامجعي بنفس الاسم ولا سعودي الذي كان معه وضر لقدقو يعني جعلناه جمعا. يعني الارتيكل الذي كان علامة للتذكير إذا جعلنا نفس الاسم جمعا يغير من دور التذكير إلى دور التأنيث. هو 4 نفسها تمثل دور التأنيث في حال جمع المفرد. قد بدأت لدينا والارتيكلز أو الحروف المؤنثة سيدو كذلك وإسبدلان هي نفسها تتغير، تلعب دور التذكير عند الجمع في حال كانت تعمل دور التأنيث في المفرد. ماذا نريد أن نقول يا جماعة؟ نريد أن نقول هذه الارتيكلز ال7 تجعل الاسم المفرد يعني 4 منها مذكرا و3 منها مؤنثا
الأربعة التي تجعل الاسم المفرد مذكرا ك ج ه أ، والثلاثة التي تجعل المفرد مؤنثا ت د وش. وأخذنا أيضا أن هذه العلامات السبعة هي بمثابة يعني بوجودها تجعل الاسم معرفا بال، وبحذفها يكون الاسم منكرا أو نكرة. ثم إذا جمعنا المفرد واستخدمنا الكلمة الاسم المفرد وجعلناه جمعا في اللغة الصومالية، فهذه سبعة الارتيكلز السبعة تتبادل الأدوار. الأربعة التي كانت تدل على تذكير تكون دالة على التأنيث في الجمع، والثلاثة التي كانت دالة على تأنيث الاسم المفرد تكون دالة على تذكيره في حالة الجمع. لنأخذ الأمثلة تصالح هذه الأمثلة اللي من هذا الجانب هي أمثلة المفرد، وهذه الأمثلة الجمع. يعني كلي هنا اللي تحته قد كلي مفرد، ووضر هذه جمع، يعني المفرد هذا والجمع هذا. اسم المفرد هذا ويل ولد، ويل ولد، ويل ولد. الاسم المفرد يعني إذا كان مذكرا لحقت في آخره ك، ويل ك، يعني قلنا ارتكل هذا أضفنا إلى اسم مفرد فجعله تذكيرا وعرفنا الولد وكأننا أدخلناها ال. ولكن في حالة الجمع تكون علامته تتغير، يعني شاء كانت علامة للتأنيث، ولكن في حال الجمع نقول ويلش الأولاد، ويلش الأولاد، فجاءت شاء التي كانت في الاسم المفرد دلالة على التأنيث، فأصبح الويل إذا في حال جمعه أخذ ارتيكل شاء الذي كان في المفرد يعني يدل على التأنيث، ففي الجمع يكون دالا على التذكير. لباح يعني أسد، لباح أخذت ارتيكل أ، يعني لأنه اسم مفرد معرف الأسد، يعني ارتيكل هذا كان للتذكير في الاسم المفرد. وفي حال الجمع لباحية هذا أخذت داء، وداء هذه الأسود، جمعنا الأسود لباحية داء. داء هذه كانت علامة للتأنيث في الاسم المفرد، ولكن هذا في الجمع أخذت ارتيكل داء. لماذا؟ لأنها تتبادل الأدوار. في حال الثلاثة داء تاء شاء التي كانت دالة على التأنيث في المفرد تكون دالة على التذكير في الجمع، تتبادل الأدوار. عفوا أستاذ، لكن في هنا جاءت من وين؟ في يا أو واي أي هذا في داخل الجمع هي عندما نجمع الكلمات هنا يو، ولكن الآن لا نتعلم كيف نجمع الكلمات، وإنما نعلم كيف يعني نستخدم ارتيكل هذا، ولكن هذا كيف جاءت سنأخذها في درس الأسماء إن شاء الله. لباحية في زيادة، وويل كمان هنا ويل وكا، وهنا شاء هنا الزائدة، هذا نتعلمها عند كيف نجمع الأسماء. هذا ما ندرسه الآن، نركز على الارتيكلز هذه السبعة إن شاء الله وسنأخذها. أوكي. نعم. أي يعني اللباح في الاسم المفرد، هذا السؤال اللي وجهه الأستاذ كانت وجيهة صح. لباح في آخرها حاء وارتيكل هذا أ، وأما هنا لباح هذه الاسم انتهى، وياء هنا ياء زيادة بعدها جاءت الارتيكل. ياء هذه ياء أين جاءت؟ هي جاءت لبناء الجمع في الأسماء، ولكن ندرس في حينها كيف جاءت عندما ندرس يعني كيف نجمع المفردات الصومالية ونجعلها جمعا. الآن نركز على الارتيكلز اللي في آخر الكلمة. كرسي، جاء كرسي كانت المفرد، وجاء عملنا معاملة ذكر في المفرد.
وفي الجمع كراستا في تغيير، في كأننا جمع تكسير، يعني في تغيير الشكل وزيادة، يعني تغيير الشكل، يعني كرسي كانت كراستا، يعني تغيير شكل وزيادة، يعني وكأننا عملنا جمع تكسير، يعني سنتعلمها في حينها. وهنا نركز ماذا؟ تاء، هذه ارتيكل، يعني في الجمع ارتيكل، يعني ارتيكل التأنيث يأخذها، وفي المفرد ارتيكل المذكر. فرها يعني هذا ارتيكل التذكير، فرها مفتاح. وعندما نجمع فرياشا، هنا فرا، هنا زيادة فرا، هنا زيادة أيضا يا، في الأول ياء، وفي هذا زيادة يا. كيف جاءت يا هذه سنشرحها في حينها، ولكننا نريد الآن شاء هذه التي كانت علامة للتأنيث في الاسم المفرد. الآن المفرد المذكر في حال جمعه يأخذ علامة التأنيث. فرايا النطق فر أي فرا، هذا فرا، هذا هو الكلمة المفردة، ويا هنا جاءت للجمع، وعلامة هذه هي التي نركزها على التأنيث. ويا هذا كيف جاءت سنأخذها في جمع المفرد، هذا كيف وتنطق فراياشا، فراياشا، أي يعني فيها مقاطع فراياشا، هذا هو نطقها. شكرا. أي فرسك، هذا أخذناها الفرس، وفي حالة لا تتغير يعني فردها، يعني الآن نركز هذه، يعني داء هذه، يعني فرد هنا داء فرد، يعني فيها تغيير جذري للكلمة في حال جمعها، ولكن سنأخذها الآن نركزها على ماذا؟ داء، هذه فرد. وفي آخرها ها التي كانت للتذكير فهي شاذة، فهذا ندرسها في موضوع آخر. فر هنا فر أصبع، فر هنا أصبع. وتاء هذا يعني عملنا معاملة المؤنث تاء. وفي حال التذكير أخذت، يعني في حال الجمع فرها الأصابع، أخذت ارتيكل ها الذي كان علامة للتذكير، مع أن في مؤنث كانت تاء. مقالة المدينة في آخرها داء، في آخرها داء. ولكن في حال الجمع مقالوين، هنا يعني جاءت أوين، يعني أوين، هذا زيادة، لكننا نركز هذه التي كانت علامة للتذكير في حال الجمع، وهي مؤنثة داء، ولكن في الجمع تكون علامتها علامة للتذكير. أردي جاء الطالب أو التلميذ في آخرها جاء، ولكن في حال الجمع تكون أردادا، يعني تكون داء، هذه التي كانت علامة للتأنيث. خلاصة ما أردنا قوله يا جماعة أن هناك 7 ارتيكلات أو 7 حروف تلحق الاسم المفرد في آخره. 4 منها تعمل للتذكير الاسم، وهي ك وجاء وهاء وأ، و3 منها تعمل للتأنيث، وهي داء وتاء وشاء. وهذه 7 مرة أخرى تجعل من الاسم معرفا بال، وكأننا أدخلناها العربية التي تفيد التعريف، وبدون هذه الارتيكلز 7 يبقى الاسم نكرة. ثم عدنا إلى في حال جمع المفرد أو الاسم، يعني تتغير الأدوار التي تعمل هذه 7. 4 التي تكون دالة على التذكير في حال الجمع تتغير إلى تأنيث، وفي 3 التي كانت دالة على التأنيث في المفرد تكون دالة على التذكير في الجمع. هذا خلاصة ما أردنا درسه في هذه المحاضرة يا أيها السادة الكرام، ونأسف أننا أي فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ الحمد لله. دحين الدراسة هذا الحين أنتم اللي بتدرسوها لنا. أيه. جزاكم الله خير، لكن أنت ذا الحين يعني